يا رب. طب البنت دي ذنبها ايه كده تتولد وتنام كده ومفيش اي اكل في البيت؟ طب اكلها ازاي وانا اللي جعانه؟ بجد انا خايفه عليها قوي. اما اقوم كده اشوف اي اكل في المطبخ. يلا هاكل الموجود وخلاص. بس الدورة دي من زمان هنا، بس يلا احاول اكلها. الحمد لله. اما افتح بقى البلورة اشوف البلورة لقت البنت اللي انا عايزاها ولا ما لقيتهاش لسه. يلا. ايه ده اللي انا شايفاه ده؟ هي دي البنت اللي انا عايزاها بكل المواصفات. دي كمان فقيرة ومش معاهم فلوس. اكيد مامتها هتوافق على العرض في ثانية. انا لازم دلوقتي اقوم اروح لها قبل ما تضيع الفرصة مني. بس يا حبيبة ماما، مين هياكل؟ بس يا ريت في اكل. مين الحلوة؟ زهرة. مين الحلوة؟ زهرة. ايه ده؟ مين اللي بيرن الجرس؟ خليكي هنا يا زهورة، ما اروح اشوف مين اللي بيرن الجرس. دقيقة واحدة. اهلا. اهلا بيك، اتفضلي، محتاجة حاجة؟ اللي انا محتاجاه ما ينفعش اقوله على الباب خالص. طيب اتفضلي. ايوه هي دي. بصي بقى، انا هتكلم بكل صراحة، انا جايالك عشان البنت اللي نايمة على السرير دي. ايه زهرة؟ هي انت هتعوزي ايه من زهرة؟ انا عاوزة زهرة نفسها، بس ما تخافيش كل ده بمقابل مادي. ازاي؟ لا طبعا ما اقدرش اتخلى عنها. ما بقولكيش تخلي عنها بمزاجك. طب استني دقيقة واحدة. شوفي ده اللي هتاخديه مقابل انك تديني زهرة. طيب ده ايه؟ دي الفلوس اللي هتعيشك ملكة طول عمرك. طيب بس مهما كانت دي بنتي برضو. ما هي بنتك، بس لو كانت معاكي هتموت من اول اسبوع لانك ما بتاكلهاش، معكوش ولا فلوس ولا اكل ولا اي حاجه تحافظ عليها. طيب. طيب موافقه، بس سيبها معايا الاسبوع ده. خلاص هزود لك الفلوس بس هاخدها النهارده. طيب سيبها معايا الاسبوع ده بس. لا ما اقدرش اسيبها الاسبوع ده، خلاص انا هاجي اخدها بكره. طيب. يا حبيبتي يا زهره. ايوه بقى هروح اجيبها دلوقتي. اكيد هتيجي تاخدها دلوقتي. سامحيني يا زهرة يا حبيبتي، انت عارفة ان انت لو كنت معايا كنت هتكوني في حياة مش حلوة، لكن انت لو معايا هتكوني في حياة افضل من كده بكتير. ايه ده؟ شكلها جات. اتمنى انك ما تكوني زعلانة، هي معايا هتبقى في حياة افضل بكتير جدا. اكيد، وانا مطمنة عليها معاكي ان شاء الله. سلام يا حبيبة ماما. ايوه بقى. سلام. بس ما تعيطيش، عايزاكي تستمتعي بهواء الجنينة شوية عشان دي اخر مرة تشوفي الشارع يا قمر. تعالي بقى اوريك الأوضة بتاعتك. ايوه هي دي سريرك وانتي بيبي، وده سريرك لما تكبري. تعالي بقى نيمك هنا. والله انت قمر وبتسمعي الكلام، بس ناقص بس تكملي 18 سنة. يلا هستناهم. اما اطلع اشوف البت زهرة دي كده. بتعملي ايه يا زهرة؟ تعالي يلا عشان تاكلي. يا تعالي بقى على الكرسي هنا لحد ما احضر الاكل. يلا حاولي تشربي الحليب ده باي طريقه، او استنى اما اكل واجي اشربك. ها. ها. قلتلك استني اكل. يلا بسم الله. ايه ده؟ اهو جه وحش يا اختي، بصتيلي فيه. تضحكي؟ ماشي. اتفضلي عندي اشربي. البنت دي بدأت تعصبني. ماما ماما. ايه ده؟ قلتي ماما؟ ما شاء الله. طب والله قمر، انزل بقى اقول لماما ان عيد ميلادي النهارده وكملت 10 سنين، عشان هي كانت قايله لي من اسبوع ان انا هكمل النهارده. ماما. ايوه يا زهره. ماما مش انت قلتلي ان النهارده ان انا كملت 10 سنين ولازم تجيبيلي هديه؟ ايوه صح، النهارده كملت 10 سنين ولازم تشرب المشروب عشان انفعاله يزيد لما تتم 18 سنه.
ايوه يا حبيبتي، وانت عايزه هديه ايه؟ عاوزه اكل لحمه او فراخ او انزل الشارع. تنزلي الشارع؟ انا قلتلك الشارع ده ما تجيبي سيرته تاني ابدا. وبالنسبه للحمه والفراخ ممكن اجيب لك حته صغيره. طيب وهي دي الهديه؟ مش انت اللي طلبتي كده؟ او في مشروب حلو جدا هديهولك تشربي. بجد؟ ايوه بجد، وفكرين اديهولك بكره على الفطار. طيب هاتيلي يلا دلوقتي اكل اللحمه. يا ربي لحمه. طيب تعالي اهو. اتفضلي يا ستي، بس ما تاكليش اللحمه دي كلها. لا انا اكلها كلها. بقولك اسمعي الكلام، ما تاكلهاش كلها. طيب. اخيرا، يا انا ما اكلتهاش من زمان قوي. واو طعمها تحفه. انا كده اكلت، اروح انادي بقى لماما تيجي تشيله. ايوه هو ده، اروح بقى اجهزه عما هي تصحى. اصبهولها بقى في الكوبايه كده. ايوه كده تمام ماشي. اطلع بقى صحيها. زهرة، زهرة، اصحي يلا يا زهرة. ايه ده؟ يلا اصحي. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي، يلا اغسلي وشك وتعالي عشان تاكلي. طيب. ده عصير ايه؟ اه ده مشروب حلو جدا، انا كنت جايباه امبارح وقلتلك تفكريني اديكي منه على الفطار عشان يخليكي قويه. انا كنت جايباه جدا وشربته ولقيت طعمه تحفه. طيب يعني اكله؟ اشربه؟ ايوه امال هتتفرجي عليه؟ بسم الله. واو. متعودة على الطعم ده. ايوه كده يبقى هي شربته. ناقص بس 8 سنين واديك التاني. هاي النهاردة اخيرا هكمل 18 سنة. وهيكون ليا الحق القانوني، واخيرا هعرف اخرج واشوف الشارع. انا هنزل اقول لها، ولو وافقت وافقت، ما وافقتش ما وافقتش. ولكن انا ليا الحق القانوني. صباح الخير يا ماما، انت خارجة ولا ايه؟ صباح الخير يا حبيبتي، ايوه خارجة. عادي اخرج معاكي؟ والمفروض ان انا اكمل النهارده 18 سنة. ايوه كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ايه ده 18 سنة؟ اخيرا. لا ما ينفعش تيجي معايا، تخرجي معايا. وانا قلتلك كذا مرة ما تجيبي سيرة انك تخرجي برا. بس انا هكمل النهارده السن القانوني، وهيكون ليا الحق ان اعمل اللي انا عايزاه. وانا بقولك مش هتخرجي. ايوه وقبل ما اخرج استني. ايوه هو ده. اصبه بقى، بس يا رب ترضى تشربه. تمام كده. اتفضلي اشربي ده. وهو ده ايه اصلا؟ ده مشروب اشربيه. وانا مش عايزه اشربه. انتي بدأتي تعلي صوتك وانا بقولك اشربيه يلا. مش هشربه وانا طالعه فوق. هي بتمشي كلامها عليا، لازم تشربه لازم، ده اليوم اللي انا مستنياه. خدي بقولك اشربيه، بقولك مش شرباه الله. وانا بقولك اشربيه اتفضلي. وانا مش شرباه. هتشربي مش شرباه بقولك. هو كنت هتوقع عيني يا غبيه. وانا بقولك مش شرباه ما هيقع. تعالي بقى كده. ايه ده؟ دي وقعت. دي دي ماتت. دي جابت دم من دماغها، دي بقى اكيد ماتت. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا ما اعرفش اي حاجه هنا في الشارع ولا اعرف اي حاجه، انا لازم الم هدومي وامشي بسرعه. اروح اي مكان. يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ ما فيش اي حاجه احط فيها الهدوم الا الكرتونه دي، انا اخد فيها الهدوم وخلاص. بسم الله. احط دول هنا. كده اخر حاجه وامشي بقى. يا رب طب لازم اعدي من الجنينه، انا خايفه اطلع من الجنينه لا اشوفها. بسم الله. ايه ده؟ انا لازم اشوف اي باب اخرج منه. والله يا بنتي زي ما بقولك كده، هي دي حكايه بنتي زهره. ايوه هنا. في ناس هناك اهي، اروح اسالهم.
لا لا لا، اخاف يسألوني. طب هعمل ايه دلوقتي؟ انا خليني قاعدة هنا وخلاص. ايه ده؟ شوفي البنت اللي هناك دي، تعالي نروح نشوف مالها. طيب تعالي، شكلها زعلانة جدا. مالك يا قمر؟ مفيش، بس دي اول مرة اخرج الشارع فمعرفش اماكن هنا. انا حاسة شكل زهرة بنتي قوي. بقولك ايه، انا حاسة شكل زهرة بنتي. انتي بتقولي ايه؟ اكيد مستحيل. طيب انتي اسمك ايه؟ اسمي زهرة. ياه، قلتلك ان هي. طيب انتي جايه منين ولا ايه قصتك بالظبط؟ طيب هاتي الصندوق بتاعك وتعالي اقعدي معانا هنا على الترابيزه هناك واحكي لنا بالظبط. هو بس هو ده كل حاجه. قلتلك هي ان دي زهرة بنتي. ايه بنتك ازاي؟ ايوه للاسف انا اللي اديتك ليها وانتي صغيره عشان كنا فقراء جدا وما كانش معايا اي حاجه اكلك بيها. ولكن دلوقتي الفلوس ان هي ادتها لي خلتني غنيه جدا، وهاخدك معايا وان شاء الله هنعيش احلى حياه. بجد يعني انتي ماما الحقيقيه؟